يتحسب المغرب لارتفاع أسعار الأغنام في عيد الأضحى، حيث بادرت الدولة إلى توفير دعم للمستوردين بهدف إلى تقليص سعر البيع للأسر التي تبدي قلقها من ارتفاعها إلى مستويات غير مسبوقة. وعمدت الحكومة بعد إلغاء رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام إلى اتخاذ قرار جديد يقضي بتوفر منحة مالية للمستوردين. وقررت توفير دعم جزافي عن كل رأس من الأغنام المستوردة حددته في حدود $50، حيث ينتظر أن يصل إجمالي ذلك الدعم الذي يتخذ شكل منح إلى $25 مليون. وكي يستفيد كل مستورد من الدعم، يفترض أن يجلب من الأسواق الخارجية 400 رأس، بعدما كان ذلك العدد حدد في السابق ب15,000 رأس من الأغنام على الأقل، حسب عبد العالي رامو، نائب رئيس الجامعة المهنية للحوم الحمراء. وقال رامو في تصريح لام العربي الجديد إن توفير منحة للمستوردين يرجع إلى ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، حيث زادت في بلد مثل إسبانيا بين يورو ويورو ونصف في الكيلوغرام الواحد. في الأثناء، دعا المكتب الوطني للحبوب في المغرب المهنيين الراغبين في استيراد الأغنام إلى الاتصال بمصالحه بهدف وضع طلب الاستيراد، لافتاً إلى أنهم سيحصلون على المنحة المالية بمجرد إنجاز عملية الاستيراد. ويرتقب أن يصل عدد الأضاحي التي يراد استيرادها إلى 500,000 رأس، وهي العملية التي بدأت منذ أسابيع، ويراد تسريعها قبل العيد الذي يحل نهاية يونيو حزيران المقبل. ويلجأ المغرب إلى استيراد الأغنام في العام الحالي في ظل انخفاض العرض بسبب الجفاف، وفق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي. وأكد الوزير في تصريحات صحفية أخيرا أنه جرى استيراد 2,000,000 رأس من الأغنام بهدف تموين السوق في أفق عيد الأضحى بأسعار معقولة.